اغتيل بعد أن رصدته فرقة خاصة دخلت مدينة العوامية متنكرة بلباس وسيارات مدنية، وقامت بمباغتته حين كان جالسا مع بعض أصدقائه وأقربائه أمام منزله، حيث فاجأتهم قوات الأمن بإطلاق النار الكثيف عليهم، مما أدى إلى سقوطه قتيلا مع 2 ممن كانوا بالقرب منه، هما محمد حبيب المناسف 16 عاما وحسن زاهري 17 عاما. وخالد واحد من هالشباب اللي يبغى يتزوج يكون حياته، يبغى شغله وظيفة زي الناس. خالد انطلب عشان طلع يطالب بحقوقنا، يتكلم مو بس عن لسانه هو، يتكلم عن المر اللي عشنا اللي شفنا، يعني من صغره عاش في وش؟ عاش في بيت آيل للسقوط. يوم طلع وطالب بحقوقنا صار هو الحين مطلوب يعني إرهابي، يعني واحد من مجموعة البشر هذه اللي عايشين الحرمان، وأي واحد في موقعه بيطالب أبسط المطالبات، لأنه يحق له سكن زي العالم والناس، وظيفة، شغلة زينة. هو ما طلع سب حكومة، ما قال شيء، طالب بحقوقنا. عرف خالد اللباد بشجاعته وجرأته وخروجه علنا ومشاركته في تنظيم العديد من التظاهرات المطلبية والمسيرات السلمية ضد الفساد والفقر والبطالة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. أنا المواطن خالد عبد الكريم حسن لباد، الذي اتهمت وزارة الداخلية بتهم كثيرة لا أساس لها من الصحة، فأنا هنا أمامكم أنفي كل ما وجه لي من تهم قد لفقوها لا لشيء إلا لأني طالبت بحقوق المواطنين، وسعيت في تحقيق العدالة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر كما أمر الله ورسوله. إن وزارة الداخلية قد قالت بأني مثير للفتن، وأني سعيت في إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، وأن مجتمع القطيف يدها في ذلك كله، وكل ذلك كذب. فلا يوجد في القطيف حرا يرضى بذلك، وتحدى الداخلية أن تثبت عكس ما قلت، وأني أتوكل على الله سبحانه، وسأواصل مشواري في خدمة وطني وديني، ولن يثنيني عن ذلك كل شيء. والصلاة على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.